أكبر منظمة في العالم ابتدت من بيت دعارة. ابتدت الحكاية سنة 1903 في بلد اسمها بيكر في كاليفورنيا، لما اتولدت بطلة الحكاية سالي ستانفورد. وعشان والدها توفى وهي صغيرة اضطرت إنها تسيب الدراسة وتشتغل كمساعدة للاعيبة الجولف علشان تساعد والدتها. ولما وصلت لسن 16 سنة اتعرفت على راجل لعب عليها ووهمها بإنه بيحبها واستغلها علشان تصرف له شوية شيكات مسروقة، فاتقبض عليها وخدت لها سنتين. في السجن استغلت الفرصة واتعلمت شغلانة تهريب الكحول اللي كان ممنوع في أمريكا من سنة 1920 ل 1933. المهم مشيت في الشغلانة، وعلى سنة 1924 كانت حوشت لها قرشين حلوين خدت بيهم فندق صغير في سان فرانسيسكو اللي حولته بعدها لأشهر بيت دعارة في أمريكا كلها. أصل زباينها ما كانوش أي حد، يعني مشاهير على سياسيين وحتى الملوك كانوا بيشرفوا عندها، لدرجة إن الأمريكي الشهير هيرب كاين كتب إن الأمم المتحدة نشأت في بيت دعارة سالي ستانفورد، وده بسبب إن معظم المفاوضين كانوا من زباينها، لدرجة إن سنة 1945 اجتمع ممثلين 50 دولة في بيتها، وده طبعا عشان يناقشوا قضايا عالمية. وبيكمل وبيقول إن جزء كبير من اجتماعات منظمة الأمم المتحدة كان بيتم في بيت سالي ستانفورد، وهي بنفسها بتأكد في مذكراتها إن الدبلوماسيين كانوا مستمتعين جدا وهم في بيتها أثناء التفاوض على مستقبل العالم. بالرغم من كل علاقاتها دي إلا إن بعد الحرب العالمية الثانية حصل تغيير في السلطات التنفيذية اللي كانت بتهاودها، فاضطرت إنها تعتزل المهنة سنة 1949، فراحت لمدينة سوساليتو وقالت تعمل مشروع جديد وفتحت مطعم هناك سمته فالهالا. وفي سنة 1967 بعد ما كانت أسست نفسها كسيدة أعمال ودبلوماسية طموحة، ظهرت في المؤتمر السنوي لجمعية جيسس في كاليفورنيا وطلعت على المسرح ومسكت الميكروفون وحيت الشخصيات الكبيرة اللي كانوا موجودين زي السيناتور إدوارد كينيدي وعمدة المدينة وقتها جوزيف أليوتو والمحامي ميلفين بيلي. وبعدها ابتدت بكل أريحية تقول على زباينها في بيتها القديم كل واحد باسمه، وقالت كمان إن كتير من الشخصيات البارزة اللي حضرت مؤتمر الأمم المتحدة سنة 1945 كانوا زباين منتظمين في مؤسستها. وعلى غير المتوقع فبدل ما تتحاسب على اللي قالته اتشهرت أكتر هي ومطعمها، والناس حبتها أكتر بسبب شجاعتها وجرأتها، لدرجة إنها حصلت على مقعد في مجلس المدينة سنة 1972، وده بعد ما خاضت 6 حملات انتخابية. وبناء على نجاحها تم انتخابها عمدة لسوساليتو سنة 1976 عشان تتحول من واحدة سيئة السمعة لقائدة محترمة. وتوفت سالي ستانفورد سنة 1983 عن عمر 78 سنة، وتخليدا لذكراها عمل سكان مدينة سوساليتو نافورة مية باسمها عشان تنتهي حكاية شخصية أثرت بشكل غير متوقع على الأحداث العالمية. بس يفضل السؤال هنا، إزاي منظمة تنشأ في بيت دعارة تدافع عن حقوق الإنسان؟